إذن نحن نتواجد هنا بملعب عبد الله بن خليفه معقل نادي دحيل، والحصه التدريبيه الاولى بعد الفوز امام المنتخب الكندي. العناصر الوطني كتمتع بمعنويات مرتفعه مع يوسف النصيري لاعب فريق اشبيليه الاسباني وكيعرف الكره الاسبانيه. يوسف، بعد الانتصار كيفاش هي الاجواء والترقب الكبير ان شاء الله المباراه المقبله امام منتخب اسبانيا؟ الحمد لله، الاجواء باقيين كيف ما كانوا من النهار الاول. كيف ما كنشوف اللعابه انهم فرحانين ناشطين ومجموعين لواحد الدرجه اللي ما تصورش. كل شيء واجد باش يقدم الاضافه للي كيكونوا لاعبين، اللي كيكونوا في بونتوش كيكونوا واجدين باش يقدموا الاضافه فاش يدخلوا ان شاء الله ويعاونوا هذا المنتخب هذا. نعم. الجماهير المغربيه كان ترقب كبير من اجل التاهل للدور الثاني، هو كيبقى تاريخي بعد التاهل اللي كان في مكسيكو 86. اليوم واش كتقولوا كلاعبين بان بامكاننا نمشيو بعيد لما لا نمشيو حتى المباراه النهائيه؟ وكيف ما كيقول الجميع خصنا نمشيو دقه بدقه. الحمد لله دوزنا 3 لي ماتش اللي هما كانوا صعابين بالنسبه لنا. قدرنا اننا ننتصروا فيهم ونتكلاصاو الولا، ودابا كنفكروا في الماتش الجاي اللي هو ضد اسبانيا، وكنتمناو اننا نكملوا في هذا المستوى اللي حنا فيه باش نفرحوا الشعب ديالنا ونقدموا الاضافه للمنتخب ديالنا ان شاء الله ونحققوا النتيجه الايجابيه.